معكم هدى حسان وحلقة جديدة وخاصة عن الشيخ سيد النقشبندي. تعالوا مع بعض نتعرف ازاي تم التعاون بين الشيخ النقشبندي والملحن الكبير بليغ حمدي في الابتهال المعروف مولاي إني ببابك قد بسطت يدي. بيعتبر الشيخ النقشبندي هو سيد المداحين في مصر والعالم العربي، وحالة فريدة من نوعها في الابتهالات والأغاني الصوفية. سنة 1972 في حفلة خطوبة بنت من بنات الرئيس الراحل أنور السادات حضر الشيخ سيد والملحن بليغ حمدي والأستاذ وجدي الحكيم رئيس الإذاعة وقتها. ولأن الرئيس السادات كان من محبي ومتابعي الشيخ سيد طلب منه أنه يتعاون فنيا ودينيا مع الملحن بليغ حمدي لإنتاج عمل فني ديني. الشيخ سيد استغرب وسكت، أما بليغ حمدي فرح جدا لأنه كان طول عمره عاوز يتعاون مع صوت زي صوت الشيخ سيد. وبسرعة كلف الشاعر عبد الفتاح مصطفى أنه يكتب نص ديني ويكون مشحون بالرضا والرجاء والتوكل على الله ويلمس قلوب وعقول المصريين. وفي خلال أسبوع اتصل رئيس الإذاعة بالشيخ سيد والملحن بليغ حمدي وطلب منهم الحضور للإذاعة، ولكنه قدم ميعاد الشيخ سيد شوية علشان يقدر يقنعه. وبمجرد ما وصل الشيخ سيد الإذاعة طلب من رئيس الإذاعة إنه يعفيه من المهمة دي اللي وصفها بالمستحيلة. ولما سأله هي ليه مستحيلة قال له أولا أنا راجل بغني أغاني دينية مش هتتفق مع موسيقى بليغ حمدي، كمان أنا راجل صوفي إزاي هتحول من منشد لمطرب. رئيس الإذاعة اقترح عليه اقتراح واتفق اتفاق سماه اتفاق العمامة. الشيخ سيد ما فهمش، قال له يعني ايه اتفاق العمامة؟ قال له بص، بعد نص ساعة من اجتماعك مع الملحن الكبير بليغ حمدي داخل الاستوديو هدخل عليكم، لو دخلت ولقيتك قالع العمامة وحاططها جنبك اعرف انك موافق، اما لو دخلت ولقيتك لسه العمامة على راسك اعرف انك مش موافق وهخرجك من المأزق ده وهقول ان الاستوديو فيه اعطال فنية. الشيخ سيد ارتاح ودخل وقعد مع الملحن بليغ حمدي، وبعد نص ساعة دخل عليهم رئيس الإذاعة لقى الشيخ سيد مندمج جدا مع بليغ حمدي والعمامة جنبه، لدرجة انه ما حسش ان رئيس الإذاعة فتح باب الاستوديو ودخل عليه. اول جملة قالها بليغ حمدي الشيخ سيد هعمل لك لحن هيعيش 100 سنة. ومن مولاي ل14 أنشودة تعاونوا فيها مع بعض، وبعد تردد وتوجس وخوف من قبل سيد النقشبندي للدخول في المغامرة دي غنى وأنشد وهز وجدان مصر والعالم العربي كله، فكان قيثارة السماء التي تعزف طوال شهر رمضان. أقوم من الليل